تعرف إن فيلم سجين الأندونيسي اتعمل زيه فيلم مصري وكان سبب في تحضير الأرواح في معظم البيوت المصرية؟ أهلا يا رايق. فيلم عادل ينتقم اللي مثل فيه أخطر ساحر في مصر، وهو الحسين الفلكي اللي حضر الجن في معظم البيوت المصرية. والكلام ده حصل لما الساحر ده قال كلام سحر حقيقي في الفيلم. في سنة 88 كان بيتعمل فيلم عادل ينتقم، والمخرج جاب الساحر ده وقال له عايزك تعمل لي مشهد تحضير أرواح بس ما تتكلمش في السحر. وفعلا الساحر ده أول ما بدأوا تصوير قام رايح قايل تعويذة حقيقية لتحضير الأرواح. فريق فريق أنيق أنيق حريف حريف مريق مريق، انزلوا حتى يراكم الناظر بعينه ويكلمكم بلسانه ويسألكم عن حوائجه فهو محيط بكم. وديت موجودة في كتب السحر ومكونة من 28 اسم من أسماء الله الحسنى، هو الجن عارفهم. ومن بعدها بدأ لعنات كبيرة جدا بسبب الفيلم ده، بداية من الناس اللي كانوا بيصوروا الفيلم ده وحتى كمان اللي بيشوفوه. بدأ إن في ناس تختفي في ظروف غامضة، وبدأ المخرج اللي بيعمل الفيلم يشوف خيالات لناس مش موجودة أصلا، ده غير بقى الناس اللي شافوا الفيلم وحصل لهم حاجات غريبة زي الصرع والحاجات ديت. ومن وقتها وهم موقفين الفيلم.